السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم فيه واحد الدجاجه محمره ومعمره بالشعريه الصينيه، كتجي زوينه وبنينه بزاف. ما نحتاجو لا نبخروها ولا نطيبوها في مرقه، مباشره ندخلوا الفران. هنا اول حاجه غادي نبداو بها هي الشعريه. انا كناخذ ديك الشعريه ديال الروز كتجي زوينه بزاف. غادي ناخذ منها غير واحد المربعه، نديرها في الماء مغلي مزيان ونخليها حتى تنفخ. دابا غادي ندوزو للشرموله ديال الدجاج اللي درت فيه هنايا راس معلقه صغيره ديال الملحه، ما كثرش لان اصلا عندي الدجاج مملح. زدت معاه راس معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، وغادي نزيد معلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال سكينجبير. نتوما عارفين الدجاج كيبغي سكينجبير مزيان. غادي نزيد عصير ديال نص حامضه، كما كتشوفوا نص حامضه راه كبيره شويه البنات. تيقوني البنات هاد الشرموله كتجي بنينه بنينه بزاف، ما تشبعوش منها. وهنا زدت نص معلقه صغيره ديال المعدنوس مقطع رقيق، نص معلقه صغيره ديال القزبور مقطع رقيق، وغادي نزيد حتى نص معلقه صغيره ديال الموطاد. كيعطي واحد المذاق رائع رائع بزاف، كيبقى اختياري. وغادي نزيد 4 ديال الضريسات ديال الثومه. كما كتشوفوا الثومه عندي هنايا شي شويه كبيره، غادي نحاول نحكهم مزيان. غنزيد واحد شويه ديال الكنور ديال السمن، كيعطي واحد المذاق حتى هو زوين بزاف. يمكن لكم تعوضوه براس معلقه صغيره ديال السمن او لا نص معلقه صغيره ديال الزبده. غادي نزيد معلقه كبيره ديال صوص صوجا. انا عندي هنايا هاد صوص صوجا خفيفه كما قلت لكم زوينه وكتعطينا مذاق واللون للدجاج. غادي نزيد راس معلقه صغيره ديال الكيتشوب حتى هو كيبقى اختياري. وغادي نزيد نص ضامه ديال هاد الكنور ديال الزعفران الشعره، كيعطي حتى هو واحد المذاق زوين بزاف. يمكن لكم تعوضوه بزعفران شعره، ديروا معاه واحد شويه ديال الماء مغلي وتخليوه حتى كيطلق، اولا ديروا واحد الضويمه من هذوك الضويمات اللي كيكونوا صغار بزاف. انا هنا كيما شفتوا معايا درت غير النص ديال الضامه لانها الضامه كبيره بزاف. صافي درت منها غير النص. غادي نزيد 4 حامضه مصيره مقطع طريفات صغار. يمكن لكم تطحنوهم اولا تدكوهم في المهراز اللي بغيتو. انا صراحه كيعجبني يبقاو هكاك الطريفات كيكونوا باينين وكيجيو زوينين في الدجاج. صافي غادي نخلط هاد الشرموله مزيان. هنايا ما احتاجيتش نضيف الماء نهائيا. نتوما الا شفتوا ديك الشرموله هكا خاصها شويه ديال الماء، يمكن لكم تزيدوا شويه ديال الماء، غير هو ما تكثروش بزاف. صافي هنا خديت الدجاجه ديالي كما كتشوفوا، الدجاجه اللي هي متوسطه مغسوله مزيان بايسه في الحامض وسكينجبير والملحه، من بعد غسلتها وسقطرتها. صافي غادي نحاول نشرملها مزيان، ما نخلي حتى شي بلاصه، خصوصا ما بين دوك الفخيضات هكا الجلده واللحم. من الجهه ديال الصدر المهم ما نخليو حتى شي بلاصه. هنايا من بعد ما شرمل ديك الدجاجه مزيان، غادي ناخذ واحد الموس وغادي نحاول نتك به داك الصدر ديال الدجاج مزيان. غادي نحاول ندير فيه بزاف هكا ديال الحفيرات كما كتشوفوا. كنحاول ندخل داك الموس مزيان مزيان باش هكا كندخل فيه ديك الشرموله حتى هو كيجينا بنين وكيجينا فتي وما كيجيناش ناشف نهائيا. غير جربوا بهذه الطريقه البنات وردوا عليا، اكيد غادي تعجبكم. صافي هنايا من بعد ما تكيت داك الصدر ديال الدجاج مزيان، غادي نحاول ندخل فيه ديك الشطرموله كما قلت لكم. صافي غادي نخلي ديك الدجاجه تشرب واحد شي شويه على ما نصايب ديك الشعريه، ومن بعد غادي ندوز نعمرها مباشره. هنايا الشعريه من بعد ما تنفخات مزيان صفيتها من داك الماء، وغادي نحاول نقطعها مزيان تكون رقيقه. هنا كما شفتوا معايا درتها في داك المول اللي شرملت فيه الدجاجه. وغادي نعاود ندير فيه نفس الشرموله اللي درنا في الدجاجه. هنا درت واحد شويه ديال الحامض مصير اللي مقطع رقيق. هنا كما شفتوا معايا ما درتش ربع حامضه كامله، خليت غير واحد شي شويه وكنقطعها من طبيعه الحال بالقشره ديالها. غادي نزيد واحد شويه ديال الكنور ديال زعفران الشعر كيعطي مذاق زوين بزاف، راس معلقه صغيره ديال الموطارد، وغادي نزيد واحد شويه غير واحد راس معلقه صغيره بزاف ديال الكيتشوب. غادي نزيد راس معلقه صغيره ديال الملحه. بالنسبه للملحه البنات راه كتبقى على حسب الذوق ديالكم نتوما. غادي نزيد تقريبا نص معلقه صغيره ديال الابزار لان هاد الشعريه كتبغي تكون شي شويه حاره، اولا يمكن لكم ديروا شويه ديال الابزار ومن بعد تزيدوا شويه ديال الهريسه. انا ما كانش عندي صراحه داكشي باش كثرت من الابزار. غادي نزيد راس معلقه صغيره ديال سكينجبير وراس معلقه صغيره ديال الخرقوم. غادي نزيد واحد الضريس صغير ديال الثومه محكوك، وغادي نزيد واحد شويه ديال الزيتون خضر مقطع غسلته من بعد صفيته وزدته على هاد الشعريه. غادي تزيدوا شحال ما بغيتو نتوما، ويمكن لكم تستغناو عليه الا ما كانش عندكم. هنايا زدت شويه ديال المعدنوس. انا هذا المعدنوس هذا كان عندي مجمد، كنديروا منه واحد الكميه اللي هي معقوله، تقريبا واحد المعلقه كبيره ونص هكا ديال المعدنوس يكون مقطع رقيق. وكنزيدوا معلقه صغيره ديال زيت البلديه باش هاد الشعريه ما كتجيناش ناشفه. صافي كنخلط هادشي كله مزيان حتى كنسجموا لي دوك العناصر مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نزيد واحد القطيره ديال الحامض عادي، تقريبا هكا نص معلقه صغيره. بالنسبه للحموضه البنات راه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. نتوما اللي كتبغيو الشعريه تكون حامضه بزاف راه غادي تزيدوا. صافي غادي نخلط هادشي كله مزيان ومباشره غادي ندوز نعمر بهذيك الدجاجه.
صافي انا نخلي ديك الدجاجه درتها فواحد المول يكون كيدخل الفران، وغادي نعمرها مزيان بهذيك الشعريه. يمكن لكم تزيدوا حتى الكبده ديال الدجاج، راه كتجي حتى هي بنينه بزاف. انا صراحه ما درتهاش، اكتفيت غير بهذا الشيء. وغادي نحاول نعمرها غير في هذه البلاصه هذه اللي كيكون فيها المصان والكبده وكانصا، راكم عارفين. اللي بغات تعمر حتى من الجهه ديال الفخيضات ممكن. صافي هنا من بعد ما عمرتها مزيان غادي نحاول نجمع لها هكا دوك الرجيلات ديالها، وغادي نحاول نجمعها بواحد الخيط اللي كيكون كحل. انا صراحه كنفضل الخيط الكحل باش هكا ملي كطيب لينا الدجاجه ما كنساوش وكنحيدوه. صافي دابا غادي نقاد ليها هكا ديك الجلده ديالها لان مازال غادي طيب وتحمر. وبالنسبه لديك الشعريه اللي بقات ليا راني غادي نديرها نيت في داك المول اللي فيه الدجاجه باش هكا كطيب وكتشرب لينا حتى داك الماء اللي كيكون كيطلق الدجاج وكتجينا بنينه اكثر. صافي من بعد ما ساليت بقات لي اخر حاجه اللي هي الزبده. كيما تعودتوا معايا كندير الزبده في هذه المرحله هذه، وعاد من بعد كندخل الدجاجه للفران. كيما شفتوا معايا هنايا خديت واحد شويه ديال الزبده كنقطعها كطريفات صغار وكنوزعها فوق من ديك الدجاجه باش ملي كطيب كتحمر. ما كنحتاجش انني نطيبها وعاد من بعد نخرجها ونعاود ندهنها. لا، بهذه الطريقه كتجينا طايبه ومحمره في نفس الوقت، وكيجي فيها حتى واحد اللون اللي هو زوين بزاف. صافي انا غطيت داك المول بواحد الورق ديال الزبده، من بعد زدت عليه بابي الومنيوم، وغادي ندخل ديك الدجاجه للفران طيب. على عافيه اللي كتكون مجهده واحد 5 دقائق غير على ما كيدخل لنا الفران مزيان. ومن بعد كنقصوا عليه العافيه وكنخليوها كطيب على خاطرها حتى كطيب لينا مزيان. الا كان خاصها تحمر راه كنعاودو نهبطوها لتحت كتزيد كتحمر لينا اكثر. وصافي هنايا من بعد ما طبت لينا ديك الدجاجه كما كتشوفوا خرجتها من الفران، رقتها مع شويه ديال الخضره كتجي بنينه بزاف. وكما كتشوفوا داك اللون ديال الدجاجه كيجي فيها اللون اللي هو زوين بزاف، كتجينا بحال مقليه في الزيت، ولكن هي راه ما مقليه لا في الزيت لا والو، راه طايبه غير في الفران ومحمره في الفران. نتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المشاهده، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.